بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. تلامذتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء تربوي متجدد نحدد فيه عناصر منهج القرآن الكريم في تزكية النفس، نزولا عند رغبة عدد من التلاميذ، ولا شك أن هذا الموضوع سيتطرق إليه السادة الأساتذة بالبيان والشرح، وهو يستنبط من درس القرآن الكريم وأثره في تزكية النفس كما قلت لكم. حتى لا أطيل، نذهب إلى الأسس التي يقوم عليها منهج القرآن الكريم في تزكية النفس، ومنها تأكيد القرآن الكريم المتكرر على تطهير النفس وتزكيتها بالأخلاق الفاضلة. أيضا مدح القرآن الكريم من يزكي نفسه كما في قول ربنا: قد أفلح من زكاها. من الأسس التي يقوم عليها منهج القرآن الكريم في تزكية النفس كذلك ذم القرآن الكريم من لم يزكي نفسه كما في قول ربنا: وقد خاب من دساها. من عناصر هذا المنهج أيضا تجنب الغفلة والبعد عن الله. قال ربنا: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. من عناصر هذا المنهج كذلك الترغيب في تزكية النفس وبيان جزاء من يزكي نفسه بالطاعات كما في قول الله تعالى: ومن ياته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. من الأسس التي يقوم عليها منهج القرآن الكريم أيضا في تزكية النفس الدعوة إلى تجنيب النفس الفواحش والمنكرات. قال ربنا: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. من الأسس التي يقوم عليها هذا المنهج أيضا الدعوة إلى الالتزام بالتوحيد والابتعاد عن الكفر والشرك. منها كذلك الدعوة إلى التحلي بمكارم الأخلاق كالصدق والحياء والأمانة والتسامح وغيرها. من أسس هذا المنهج كذلك الدعوة إلى التخلي عن سيء الأخلاق كالكذب والخيانة والفحش والنفاق والكبر وغيرها من الأخلاق الذميمة. كذلك الدعوة إلى الاعتبار من مصير الأمم السابقة الذين أهلكهم الله بسبب اتباعهم لشهوات النفس. من عناصر هذا المنهج أيضا التحذير من مصاحبة الأشرار الذين دنسوا أنفسهم بالكفر وبالبعد عن سبيل الله. هذه بعض من عناصر منهج القرآن الكريم في تزكية النفس، ويمكنكم أن تكتبوا غيرها إذا طلب منكم ذلك في الامتحان أو فروض المراقبة المستمرة. إلى هنا تلامذتي الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء، وإلى لقاء آخر بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.